السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده رز وملوخيه. ملوخيه حلوه زي ما انتوا شايفينها كده. تعالوا نعملها بقى. انا عن نفسي بسميها ملوخيه المستعجلين. لما ببقى مستعجله قوي بستسهل الطريقه دي بصراحه، وبتطلع معايا زي العسل. عمرها ما قلت معايا في مره بصراحه. هنا انا جبت حله ورفعتها على النار وحطيت فيها حبه زيت، ونزلت فيها بعد ما الزيت سخن. نزلت بالرز بتاعي وهفضل اقلب فيه لحد ما اسمع صوت التكتكه طبعا. يبقى كده هو إيه اتشوح. هقوم نازله عليه بالملح، وبعدين هقلبه واحط له الميه بتاعته. وطبعا الرز مفيش اسهل منه، يعني رز ابيض. فسيبه بقى يستوي مع نفسه، وبعد كده هوطي عليه وخلاص. وهنا جبت حله ورفعتها على النار وحطيت فيها معلقه سمنه وحبه زيت زقنطتين، ونزلت فيها بقى بالثوم. الثوم بتاعي ده انا كنت دقاه مع فلفل حراق. دقيته ونزلت بيه في البتاع، وبعدين حطيت عليه معلقتين كزبره، وهقلبهم كويس لحد ما يدوني اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه كده. بعد ما تديني اللون الاصفر هقوم نازله عليها بحبه طماطم، يعني قولي معلقتين طماطم كده زقنطتين، وهقلبهم كويس واسيبهم يتسبكوا جامد. وبعد ما يتسبكوا هقوم نازله عليها بالشوربه بتاعتي. طريقه الملوخيه دي يا جماعه سهله قوي 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 قوي، وبيبقى طعمها لذيذ قوي. بعد ما نزلت بالشوربه هستنى لما الشوربه تغلي، وبعدين هقوم نازله بالملوخيه. هحط للشوربه ملح وفلفل بس. كده الشوربه كانت بتغلي معايا. طبعا انا عشان مستعجله، انا بقول لكم ملوخيه المستعجلين، فكنت جايبه ملوخيه مجمده طبعا. فنزلت بيها في الشوربه، وهسيبها بقى ايه، كل شويه هقلبها طبعا و... وهسيبها تفك بقى مع نفسها. كده كانت الملوخيه فكت معايا، بقت معايا بالمنظر ده. تغلي غلوه بقى وهتبقى كده خلاص، هي خلصت استوت. هطفي عليها بقى. اول ما تغلي غلوه هطفي عليها. طبعا انتوا عارفين ان الملوخيه ما ينفعش تغلي كتير اصلا. هنا كانت الملوخيه خلصت معايا، شايفين جميله ازاي وتقيله وحلوه ازاي. والرز كان خلص. كنت طبعا عندي لحمه محمراها وكده كان اكلنا خلص. وبألف هنا.